السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد. راه نهضروا على هذا الطائر، طائر الحسون شردوناري. هذا شريناه من السوق. شغل لبسو من بورخة. عندك شغل الريش تاعو فارغ خلاه، شغل صلع في راسو. ومام في رقبتو ما عندوش الريش. الله يبارك، هو فيه غنى مليح. وشنو عنده الديفو هذا برك تاع صلع. مولاه قال لي درت له البومبا، درت له اي لقطه ما كاين والو. قال لي الحاجه اللي نديرها له ما تصلحش، دار الماء تاع البحر والو. هيا انايا بديت نسقسي من هنايا على واحد الدواء. تسمى ما عندوش شغل الدواء هذاك، شغل اللي قاعد نسقسي عليه. قالوا لي كاينين فراخ ما تصلحش معاه. رحت شريت بومبا او تلقى فيها مرسومه باع شاردون. ضربتها له. تيجي تشتايشة. درنا له الدواء ديك ما كاين والو. فضت الواحد، هو قالك 15 يوم. 15 يوم ما جابت حتى نتيجة. هيا من بعد نسقسيو كيما نقولوا ناس اللي جربت كيما نقولوا الدواء، جربت. كاينين حوايج جربوها. هيا قالك دير له التوم. درنا له التوم. حكمنا راس تاع التوم، قزمناه نديرو له والو. هيا من بعد انايا قلت قالك دير له توم، دير له توم. كاين يقولك دير له البصل. هيا نسقسي واحد قالك التوم ديرو في الماء وخليه يقعد شغل يترقد في الماء. تحط كعبة التوم كيما نقولوا يومين ولا 3. ومن بعد دوشو بيها، شغل تحطها شغل في تشتيشة ومنها تعمر القرعة. نص سيطرة ولا، وتحط راس توم تخليه يومين ولا 3. ودير له كل يومين، كل 3 ايام دير له دوش. وربي يبارك. درنا له درك بهادي 3 خطرات في راسه، هو بدا يطلع. هاك تشوفوا في راسه. درك ندورو لكم الجهة هادي تاع ركبتو من هنايا بدا يطلع. ثم شتو هنايا باللي التوم في الماء. راهو ربي يبارك يجيبو قداه عنده كيما نقولوا مدة يطلع لك توم في الماء. حط كعبة توم في إطرا ماء، ومن بعد فرخها في التشتايش واضرب له بها كيما نقولوا. دير منها كيما نقولوا اليوم وغدوة. وكي تفض تزيد حط واحدة خلاف كيما نقولوا يومين ولا 3 ترقد، واضرب له بالماء تاعها. ربي يبارك. ها في رقبته طلع الريش. ثم انا درت دواء، درت التوم، درت البصل، درت راس تاعو هذاك يقولك احبكهولو في راسو منه في رقبته والو. بصح توم في الماء او ربي يبارك نتيجة مش نورمال. او ضربناه 2 خطرات او في رقبته، او كون نقربولو في رقبته تشوفوه بدا يطلع طول بدا يطلع شغل في القصب. بدا يطلع في القصب. ها وشوية هاي بركة. المهم اللي عنده فرخ صلع يدير له توم في الماء يومين 3. نهار التروازيام يدوشو نهار التروازيام 4 ايام. ومن بعد يزيد يخليه يقعد حتى توجد الكعبة التوم الاخرى. تحطها 3 ايام في الماء وتضرب له بيها يومين ورا بعضها. وربي يبارك ويزيد معاه تغيير ريش. يطيح طول في الريش. هاهوك ريش كبير طول، طيح في ريش مش نورمال. والله يبارك وقاعد يطلع. تم هذه هي مجربة. واللي يشوف الفيديو هذا يشترك معنا في القناة دعما وليس أمرا، ويديرون جيم باه يطلع الفيديو. واللي عنده كاش استفسار يحط لنا برك في لي كومونتير وريبونديو عليه. وشكرا. وربي يوفق كل مربي.